كعك الأساور الفلسطيني بأسهل وأطيب وأنجح طريقة. في البداية معي كيلو من السميد ما يعادل 6 أكواب معياري، بضيف لهم 4 كاسات من الدهون مخلوط ما بين سمنة وزيت نباتي، كوبين من كل نوع. ببسهم بين ايديا وبتركهم ليلة كاملة. تاني يوم بضيف لهم كيلو من الطحين ما يعادل 7 أكواب معياري، ببسهم كتير منيح وبتركهم أقل شي 6 ساعات. بضيف لهم دقة الكعك، الشومر، المحلب، اليانسون، الحليب البودر، طبعا كل المكونات مكتوبة بالتفصيل تحت الفيديو. وببدأ أعجن فيهم. طريقة العجن عن طريق اللم عشان ما تطلع معنا عجينة قاسية. بضيف الحليب الدافي بالتدريج وبلم العجينة لم لحتى أحصل على عجينة لينة ومتماسكة وما بتشقق. بغطيه وبتركه ساعة. بهالوقت بجهز الحشوة. كيلو من العجوة ضفت لها معلقة كبيرة من السمنة، بهار كعك وقرفة. طبعا طريقة تشكيل الكعك مثل ما هو موضح بالفيديو. بحط الصواني بفرن على حرارة وسط، النار من أسفل بعدين من أعلى لحتى ياخدوا لون ذهبي. وعلى قلبكم وقلبنا بألف هنا، كل عام وأنتم بألف خير.